السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممتنة بجد لكل حد بيكمل للآخر، لأن اللي بيسمع للنهاية غالبا مش بيدور على معلومة، هو بيدور على فهم أعمق لنفسه. خليني أقول لكم على حاجة يمكن تقلب مفاهيم كتيرة. مش كل حب صحي، ومش كل تعلق واضح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن تحب حاجة قوي، لكن الحب ده بيخليك قلقان، بيخليك متوتر، بيخليك مستنزف، وده مش طبيعة الحب. ومش كل تعلق واضح، في تعلق بيبقى مستخبي ورا كلمة اهتمام، ومستخبي ورا كلمة خوف عليك، ورا كلمة أصلي بحبك. وساعات احنا منبقاش بنحب الحاجة، احنا بنخاف نعيش من غيرها. والفرق بين الاتنين فرق إحساس. الاهتمام مطلوب، وإنك تخاف على حبيبك مطلوب، وإنك تهتم بحبيبك مطلوب. والكلام مش هيعرف يفرقهم، إحساسك هو اللي هيفرقهم. يعني إيه أصلا حب؟ الحب شعور فيه راحة. راحة يعني مش طول الوقت في توتر، مش مستني المصيبة تحصل. يعني إيه؟ كمثال مثلا إيه، أنا طبعا في الكورس اللي أنا قاعدة فيه ده مش جاية أقول لكم حرام وحلال وينفع وما ينفعش ويجوز والكلام ده كله، وطبعا الكلام ده مطلوب وكلنا عارفين الحرام والحلال. مفيش حد عارف، مفيش حد مش عارف الحرام والحلال، كلنا عارفين. بس أنا بتكلم دلوقتي على نفسيا، على حاجة في الأرض الواقع. هجيب لكم مثلا مثال. واحد وعد واحدة إنه هيجي يتقدم لها ويتجوز، يعني اتنين حبوا بعضيهم أيا كانت الطريقة، وقال لها أنا هاجي أتقدم لك وأتجوز. قعدوا شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة. البنت حبته وحبته، انتوا عارفين بقى. فالبنت الشخصية دي قاعدة متوترة وقاعدة هي بتحبه، بس حب إيه؟ حب في قلق، حب خوف، حب يعني هو هيجي ولا مش هيجي، هو بيضحك عليا ولا بيضحكش عليا، طب هو ممكن يكون بيكلم بنات تانية. بصوا بقى حاجات كتيرة من ده. فهي قاعدة مستنية بقى، مستنية ان هو يقول لها ايه، انا اصلا مش جاي، انا اصلا بلعب عليكي. فاهماني؟ وعايزة اقول لك اصلا غالبا بيلعب عليكي. اللي عايز يتجوزك فعلا واللي عايز يجيلك فعلا هيخبط على الباب. خلينا متفقين على كده، الا من رحم ربنا. قليل قوي اللي كده وبعد كده بيجي. بس خلينا متفقين، اللي هيخبط على الباب هو ده اللي بيحبك وهو ده اللي هيتجوزك. الحب ان انا بختار احب، مش مضطر احب عشان احس ان ليا قيمه. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا، وخاصه البنات او الرجاله برضه. انا عايزه احب عشان يحسسني ان انا مطلوبه. انا عايزه احب عشان يحسسني ان ليا قيمه. وبرضك هكذا الرجل او الشاب. انا عايزه احب عشان تحسسني برجولتي. انا عايزه احب عشان احس ان انا مهم. كل ده غلط، كل ده مش حب. الحب مساحه، والمساحه دي مهمه جدا جدا. يعني ايه؟ يعني احب شغلي، احب شغلي واديله وقت وجهد، بس لما اسيب، بس لو سبت الشغل ده ما احسش ان خلاص انتهيت كبني ادمه، لان انت مش متعلقه بمسمى وظيفي. مثال تاني، احب شخص حلو زي الفل، الحب مش عيب، ده الحب جميل جدا. بس لو بعد لظرف ما، ايوه هزعل، وايوه هتأثر، طبيعي جدا. هو انت ايه، ما عندكيش قلب؟ هتتأثر وهتزعل، لكن ما بيهزش احساسك بنفسك. ثقتك بنفسك ما بتتهزش. حب صورتك قدام الناس، ماشي، حب صورتك قدام الناس، لكن ما تبنيش تقديرك الذاتي بالكامل على رأيهم، لأن رأي الناس بيتغير، ولو انت مربوطة بيهم هتتغير معاهم. الحب بيضيف لحياتك، يعني يخليها أجمل. يعني لو حياتك جميلة، لما تحبي هتبقى أجمل. لو حياتك سعيدة، لما تحبي هتبقى أسعد. يعني الحب إضافة، إضافة مش احتياج. احنا بعد كده هنتعمق الفرق بين الاحتياج والكلام ده كله بإذن الله تعالى، لكن ما يبقاش هو العمود اللي شايل حياتك كلها.
هو ده حياتي كلها، وهو ده سعادتي، وهو طبعا ده ايه، تفهمين. طيب المتعلق، التعلق شكله ايه؟ التعلق بيبدأ لما الحاجة تتحول من جزء مهم إلى مصدر أمان وحيد. يعني الكلام ده يا مها؟ ماشي. المفروض انت بتحب شخص، ده جزء مهم في حياتك. يعني ايه جزء مهم في حياتك؟ يعني انت اصلا عندك مهام كتيرة، وعندك حاجات كتيرة مهمة، وعندك اجزاء كتيرة في حياتك، وده جزء منهم. جزء منهم. الشغل جزء من حياتك، الشخص جزء من حياتك، ابنك جزء من حياتك، زميلتك جزء من حياتك، صديقك جزء من حياتك. انت حولت او انت حولتي الحاجة اللي هي جزء مهم في حياتك اللي هي مصدر امان وحيد في حياتك. يا رب تكونوا فهمتوا. اكيد انا عارفة انكم فاهمين، بس انا بحب اعيد وازيد عشان تتعمقوا اكتر. فانت حولتيه لمصدر امان في حياتك، فمن هنا بدأ التعلق. لو الحاجة دي اهتزت، انا كل بهتز. زي مثلا حد متعلق بشغله قوي، اي نقد بسيط يخليه يحس انه فاشل، مش في الشغل بس، فاشل في حياته كلها. ليه؟ لانه ربط قيمته بنجاحه. طب مثلا ام متعلقه بدورها كأم، لو ابنها ما شاء الله كبر واستقر وكده، تحس انها فقدت معنى وجودها. خلاص هو خلاص مش يعني شاب بقى، شاب خلاص بقى. هي تحس بكده. ليه؟ لانها نسيت ان ليها هوية اوسع من دور واحد. انت ليكي كذا حاجة، مش حاجة واحدة. طب شخص متعلق بصورته قدام الناس، طول الوقت مرعوب ان الصورة دي تقع، فطبيعي فطبيعي انه يعيش تحت ضغط الكمال. انا عايزة اكون كامل، وانت عايزة تكوني كاملة. طب لو في علاقة عاطفية، لو الشخص بقى اتأخر في الرد، تعالوا بقى المتعلق بيحصل ايه. انا والله يعني انا متعاطفة معاكم جدا، وعشان كده فعلا انا عايزة اساعدكم. الشخص وان شاء الله باذن الله هتفهموا بعد كده هو ليه اصلا بيتاخر في الرد، هو اصلا ليه بيبعد عنك. كل ده هنفهمه بعد كده ان شاء الله. فلما يتاخر عليكي في الرد، المتعلق ما بيزعلش، ما بيزعلش بس، لا، بيتخيل اسوأ سيناريوهات ممكنه. المشكله مش في الحب، المشكله ان الحاجه بقت هي اللي بتحدد احساسك بنفسك. يعني ايه؟ يعني لو هي كويسه انا هبقى كويس، لو هو اتغير انا خلاص ضعت وحياتي انتهت. الفرق النفسي العميق. الحب بيخليك مستقر حتى في الغياب، حتى لو هو بعيد عنك انت مستقرة. يعني ايه مستقرة؟ يعني عندك جذور جواكي، مش مستنية حد يسقيكي، مش مستنية حد يسقيكي عشان تعرفي تعيشي. التعلق بيخليك قلقان حتى في الوجود، والله حتى لو نايم جنبيها ولو نايمة جنبك هتفضلي قلقانة عشان انت متعلقة. والكلام ده هنتعمق فيه بعد كده. انت خايف يخسرك او انت خايفة يخسرك، وده إرهاق نفسي مستمر. والله أنا متعاطفة معاكم جدا. يا جماعة ارحموا المتعلقين، ارحموهم، هم عندهم إرهاق نفسي مستمر عميق جدا. عايزة أقول لكم بقى، الحب فيه طمأنينة، أما التعلق فيه خوف. وطبعا في سؤال مهم جدا، ليه أصلا بنقع في الحب بالشكل ده؟ وليه ساعات بنختار نفس النمط كل مرة؟ ده موضوع كبير جدا، أكبر من هياخد وقت معانا، بس إن شاء الله هنخصص له حلقة قريبة جدا بإذن الله تعالى. وفي الختام عايزة أقول لكم، الحب بيحسسك بحرية لأنه قائم على اختيار وثقة، أما التعلق بيقيدك لأنه قائم على خوف واحتياج زائد. يا رب ارزقنا حبا يطمن قلوبنا، وحرر قلوبنا من أي تعلق يرهقنا. وممتنة جدا لكل حد بيسمع للنهاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.